الهلال السوداني يبقي على امال الاهلي في التاهل، مش سان داونز. لا، سان داونز ما كانتش عايزه الاهلي اصلا، بس لعيبه الهلال بقى ربنا يبارك لهم هم اللي اصروا عليه. بعد 90 دقيقه في منتهى الاثاره بيرجع تاني التاهل في ايديك وفي ملعبك ووسط جمهور. بحب السيناريوهات دي قوي عشان بتديك فرصه ان انت تنتقل. لعيبه الهلال لازم تيجي هنا تاكل النجيل، حق علي لطفي اللي اهانوه هناك وضربوه في الملعب، والشناوي وعبد المنعم اللي تم التعدي عليهم هناك، الاهلي وقيمته اللي كل شويه بيقللوا منهم على صفحاتهم. كل ده لازم يدفعوا حقه، بس كوره مش خناق، مش زي ما هم بيعملوا. يعني مش هو ده اللي هيجيب حقك ولا حق النادي. سان داونز بيرفع رصيده ل 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، وبيضمن طبعا ان هو يتأهل لدور الثمانية. الهلال بيرفع رصيده ل 10 نقط، والاهلي واقف عند 7 نقط. الهلال على فكرة بدأ الماتش كويس جدا، وكان ممكن يخلص على سان داونز باكتر من كورة في الشوط الاول، بس زي ما قلت لكم لعيبة الهلال مصرين جدا على ان الاهلي يفضل في البطولة. الشوط الاول كان فيه كذا كورة للهلال، وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني خط وسط سان داونز سيطر على الدنيا شويه، عشان كده تحس ان الهلال تراجع بشكل كبير جدا. عشان تيجي الدقيقه 67 وفاول وتسديده صاروخيه من مديبه، وربنا يبارك له بقى ابو 20 بدل ما الكوره كانت طالعه بره رجعها تاني على رجل مودو عشان يحرز الهدف الاول. بعدها بقى ابتدى الهلال يمسك كوره ويسيطر على الامور اكتر ويهاجم بكثافه اكبر عشان يحاول يعدل النتيجه. عشان تيجي الدقيقه 75 خطا ساذج جدا جدا من حارس مرمى سان داونز مع ضغط قوي جدا ونموذجي من محمد عبد الرحمن عشان يحرز التعادل للهلال السوداني. ما تفهمش بقى ايه اللي حصل بعدها، لعيبه سان داونز تحسهم كانوا عايزين يخسروا. الكرة بتتقطع منهم في حتت غريبه جدا، وبيلعبوا بلا مبالاه غير طبيعيه. تاني كملها الحكم بضربه جزاء في الدقيقه 90 للهلال السوداني، والحمد لله اطهر الطاهر بيكمل الواجب بتاع لعيبه الهلال وبيديها لحارس مرمى سان داونز في ايديه عشان ينتهي الماتش بالتعادل الايجابي 1-1. اظن كده خلاص الموضوع بقى في ايديك، يجولك القاهرة تأكلهم النجيلة وتصعد على حسابهم، ويبقى كده الموضوع الى حد ما حقك رجعلك. شفت يا عم ايه اللي حصل النهاردة؟